فكره الشو البروباجندا، يعني البروباجندا زي جزء كبير جدا من اللي بيحصل في الشارع المصري. جزء كبير جدا جدا، يعني تلاقي أنا دايما اخد الطريق من عند محور المنيب فلاقي 10 15 واحد فجاه يروحوا، يعني هم 10 15 واحد يروحوا متجمعين ونازلين في وسط الشارع، فالطريق يقف لفتره طويله جدا والناس تتكلم فيه اصل الاخوان عاملين مظاهره، اصل الاخوان عاملين، هم 10 15 واحد. فهي فكره البروباجندا هي اللي بتدفع كمان قناه زي قناه الجزيره انها تجيب شويه الايدين اللي بتصورهم صحيح بالكاميرا بطريقه معينه كده عشان تبين ان هم عدد اكبر من الحجم لدرجه الحقيقي. انه يعني حدث في قريه مصريه، يعني اعرف اهلها، انه خلوا ظبطوا شويه الشباب اللي هم 10 15 شاب اثناء خروج المدرسه، الجرس هيضرب الساعه 2 فراحوا موقفين الولاد بتنظيم وواقفين بالكاميرا. اول ما المدرسه الجرس ضرب ابتدوا يصوروا، لدرجه انه مدير المدرسه قرر بعد كده يقول لك ما تضربوش الجرس لما تشوفوا بره الجزيره موجوده ولا لا. ايوه علشان ما يستغلوش طبعا يعني خروج الاولاد. للاسف الشديد، للاسف الشديد. طيب مع الاعلامي فقط للاسف، وهو ده يمكن دي برضو من السياسات والتوجهات اللي هم بتستخدم معاهم من البدايه. يعني صحيح، يعني هم اول سياسه عملوها بعد 30/6 هو استغلال الصوره الاعلاميه في الخارج. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، شوفي انا احد قاده الاخوان قال لي بالحرف، يعني قال لي ان عبد الناصر في 18 سنه لم يستطع القضاء على الاخوان، والسادات في 11 سنه لم يستطع القضاء على الاخوان، ومبارك 30 سنه لم يستطع القضاء على الاخوان، محمد مرسي في سنه قضى على الاخوان. وانا اقول انه في 6 اشهر نعم هي من 30 يونيو حتى الان استطاعت جماعه الاخوان ان تقضي على قناه الجزيره نهائيا. لم يعد لهذه القناه مصداقيه، واصبحنا نتعامل معها على انها الجزيره شو او الجزيره كوميدي، يعني تعد يعني من اجل التسليه.